وافرة من أجل أن نستمتع. رياض محرز، الله، قلعة الكؤوس تتقدم في نتيجة المباراة. محارب الصحراء عند الدقيقة الثالثة رياض محرز يضع النادي الأهلي في المقدمة بهدف أول في كرة في ظهر دفاع الوصل، يتقدم من خلالها الراقي، شوف الكرة الطويلة وشوف التحرك من رياض، الكنترول، وبعد ذلك الإنهاء. ينجح النادي الأهلي في أن يجد نفسه متقدما في نتيجة المباراة 1-0 للنادي الأهلي عن طريق رياض محرز. يا له من استلام ويا له من كنترول مرة أخرى أمامية خطيرة، والصامبي برافو الصامبي، تدخل في توقيت حاسم، لا زالت خطيرة. برافو إيبانيز، تسديدة قوية لكنها تصطدم وتتحول بعد ذلك إلى ركنية. لقطة كانت خطيرة للغاية، فرصة كانت قريبة لمصلحة الوصل، هفوة من حارس المرمى قبل ذلك خطيرة، لكن برافو التغطية. من هذا؟ إيمان توني. برافو توني، وحش يا توني. لا يكتفي بأن يسجل في مرمى الخصوم، بل يعود من الهجوم للدفاع عن مرمى فريقه بروعة في اللقطة الماضية. إيمان توني من الركنيات للوصل، هذه كرة تسديدة لكنها بعيدة جدا من جانبي نيكولاس خيمينيز، اللاعب خط الوسط الأرجنتيني اللي سدد كرة لكنها بعيدة. ثاني للنادي الأهلي سيأتي في أي لحظة، في أي لقطة أهلاوية في جهة اليسار خطيرة وصافرة أم لا؟ الحكم إلى ماذا يشير؟ المطالبة بركلة جزاء، الحكم لا يشير إلى شيء هنا. سنتابع اللقطة وإياكم، وبالتأكيد هنالك فرصة لمتابعة اللقطة عبر الفار للتأكد من هذه نفسها. قرر حكم الفيديو أن لا شيء في اللقطة الأخيرة. أجمل لقطة في هذه المباراة، كان حذاري من هذه الكرة باتجاه خيمينيز. برافو، تحرك للرئيس، والثانية رئيس. ضاعت اللقطة الأخيرة فيها تسلل في الأصل، أظن فيها تسلل على كيسيه. أظن الثانية توني، هذه واحدة داخل منطقة الدستاني، عرضية أهلاوية خطيرة بالراس. الله الله الله، روعة، يستاهلونها ملوك المدرجات. ما رأيكم بالثاني؟ جاء الثاني. ما رأيكم بالعرضية؟ ساحر العرضية. ما رأيكم بإيبانيز؟ قوي جدا إيبانيز. الارتقاء، الضربة الرأسية جميلة، والثاني أهلاوي جميل. إيبانيز فوق الوصلاوية في هذه التسديدة القوية بعيدة بالتغطية. الكرة لمصلحة الوصل عرضية ومرت من الجميع. ليما سقط في منطقة الجزاء، لا يوجد أي شيء في اللقطة الماضية. جيسيان يحاول يمر، جابري فيغا في التغطية، لا شيء في هذه اللقطة. الحكم أشار إلى خطأ على جابري فيغا. الشوط الأول من هذا اللقاء، عرضية رأسية بعيدة، وفي الأخير إلى تسلل في اللقطة الماضية الأخيرة من أحداث الشوط الأول. عرضية خطيرة مرت سلامات وعدت بعد ذلك إلى ربيع. فترات متعددة من أحداث شوط المباراة الأول، لكن كان واضح للجميع مدى تنظيم النادي الأهلي وقدرته على الخروج بالكرة بشكل جيد وسلس، ثم قدرته بعد ذلك على استغلال الفرص وتسجيل هدفين في أحداث شوطات. بالتالي تم استبدال محاولة جابري فيغا. جابري لابد أن يكون عنده قتالية أعلى على كل كرة. هذه الفرصة عرضية خطيرة، دفاع تدخل مرة أولى ولا زالت في اللعب عند جابري فيغا. لاعبين على أرضية ملعب المباراة بالسلامة. إيمان توني جهة اليمين يحاول يكسب، فيغا يحاول في هذه الوضعية، كيسي تحرك، تمريرة أمامية، الأسمري مرة أخرى طويلة خطيرة، يزال يبحث عن فرصة، عرضية أخرى راسية، لكن صامبي برافو يصل الكرة الأخيرة، كانت في منتهى الخطورة. اللاعب الخطير جدا في الكرات العرضية في ألعاب الهواء دائما حارس سميروفيتش. أول تغييرات الوصل في أحداث هذه المباراة.
بعدد كبير وايضا بمساندة كبيرة جدا. علي صالح عدى هنا في هذه اللقطة خطيرة وصاوية، برافو. تصل بعد ذلك لعلي صالح، عرضية سهلة. علي صالح الونتو بعيد اللقطة في زعبيل، كرة تصل لمساحة الوصل الأمامية ريكي سيديبي، أمامية روجر إيبانيز، تدخل إلى أمامية، محاولة باتجاه إيفان توني فيها خطأ. هذه محاولة وصلاوية، خيمينيز تسديدة قوية لكنها مرت بمحاذاة القائم. أخطر فرصة وصلاوية في شوط المباراة الثاني كانت في هذه اللقطة من جانب خيمينيز، التسديدة القوية لكنها مرت على يلي صالح يبحث عن التسديد، كرة باتجاه هجوم الوصل، تأتي اليمنى تصل جهة اليمين إلى حمد، عرضية خطيرة في انطلاقات رياض، محرز على اليمين على الجهة اليمنى باتجاه تاكاشي، عرضية خطيرة وتسديدة من جانب السيديبي. الوصل في هذه اللقطة عرضية داخل منطقة رأسية لكنها مرت بعيدة. وفي الأخير كرة سفيان موفتيني، ركلة مرمى للحارس عبد الرحمن الصامبي. بعيد اللقطة الماضية الإماراتي عن طريق صالح عبد الرحمن كمان مرة أخرى بكرة عرضية أخرى، والصامبي مرة أولى طويلة خطيرة إلى سيديبي، خطيرة وإيبانيز، الوحش إيبانيز، خليك منها تسلل أم لا، الوحش إيبانيز، التوقيت وقت طويل، تصل كرة لمصعد